السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيمينيستاتي الحلوين وسيداتي آنساتي ومش سادتي ladies and gentlewomen not men. صباح الخير. النهاردة أنا صحيت بدري وكل نشاط وحيوية وطاقة إيجابية، لأن اليومين دول أحلى أيام حياتي، بيبقوا دايما من ايام السنة، يعني احلى ايام حياتي في السنة كلها اليومين دول لسببين. السبب الاول ان اخيرا البرد والشتاء ماشيين وداخلين على الصيف والربيع. بس طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين احنا ما عندناش حاجه اسمها ربيع في مصر، ولا عندنا حاجه اسمها خريف. احنا ما نعرفش غير فصلين، شتاء وصيف. المهم الدنيا هتبقى ان شاء الله برضو ربيع والجو بديع، وهنقفل على كل المواضيع وبمبي بمبي بمبي. الله يرحم سعاد حسني، الله يرحم، مات. بعد ما ماتت ما بقيش في ربيع ولا حاجه. المهم السبب الثاني قبل ما انسى، ان احنا برضو داخلين على رمضان، وانا بحب الثلاث شهور، ثلاثه، رجب وشعبان ورمضان، دول احلى شهور في السنه عندي. وقلت ايه، استغل الفرصة الحلوة دي واللحظة الجميلة دي واصبح عليك. يعني انا مش طالعة الهدف، يعني انا بس صاحية بدري لان انا معايا مشاوير النهاردة المفروض اعملها كتير، فمش عارفة هلحق اخلص ولا لا، او عايزة اروح للدكتورة بتاعت الجلدية. يعني انا رحت كام دكتور جلدية لغاية دلوقتي؟ 1 2 3 4 5 5 دكاترة. ليه؟ عشان وشي، ولغايه دلوقتي يعني ما فيش علاج نافع، فادعوا لي ربنا يسهل الامور والدكتوره دي تنفع معايا. المهم قلت ايه، اصبح عليكم واشارككم الاكتشاف المذهل العظيم اللي انا اكتشفته، اذ لربما يعني حد يستفاد، لربما. بصوا، دي شوكولاته، يعني شوكولاته المفروض ان هي سبريد، هي مش بتسبريد ولا حاجه. طب ايه بقى اللي مميز فيها؟ المميز فيها ان هي شوكولاتة نباتي، وده اللي عجبني في الموضوع، ده اللي فرحني ان دي شوكولاتة نباتي. ليه؟ لان انا من يوم ما بقيت نباتية زي ما قلت لكم قبل كده بسبب بنتي خديجة لان عندها حساسية بروتين حيواني، فمن يوم ما انا وهي بقينا نباتيين يعني، فانا بدور على يعني في عرض حاجة، عرض منتج الاقيه ما فيهوش. ده حتى الشيبسي يا مؤمنين، حتى الشيبسي اكتشفت انه فيه. خديجة دي خلتني اكتشف بلاوي. المرقة بتاعة الاكل فيها لبن، الشيبسي فيه لبن. كل ما اجي امسك اي حاجة بحبها ومتعودة ان انا اكلها، لازم اقرا المكونات. ابص على المكونات الاقي يحتوي على الحليب، بين قوسين لاكتيل بروتين. الموضوع مرهق، ربنا يشفيها يا رب. المهم فانا قلت ايه، اقول لكم على على الشوكولاته دي، اذ لربما يعني الشوكولاته دي شوكولاته نباتي 100%، مكتوب عليها اهو فيجن، مش عارفه باينه ولا لا اهو. ايوه هي معكوسه بس عشان الكاميرا، بس دي فيجن، الخضره دي اللي تحت فيجن يعني نباتي. الحاجة بقى الحلوة التانية اللي فيها ان هي ما فيهاش سكر، يعني هي فيها سكر بس مش السكر اللي هو اللي بيرفع السكر واللي بيعلي الضغط والكلام ده كله، لا ده فيها سكر ستيفيا، محلاية بسكر ستيفيا. فدي حاجة بالنسبة لي برضو كانت روعة وانا حبيتها، رغم ان انا ماليش في الشوكولاتة كتير، يعني انا مش بحب الشوكولاتات وانواع كده معينه هي اللي انا بحبها. ودلوقتي يعني ايه بطلت اجيبها، يعني لان انتوا زي ما انتوا عارفين كل حاجه دلوقتي بقيت مولعه نار. فانا اقلعت عن الشوكولاته اللي انا بحبها، وبطلت اكل الشوكولاتات خالص، لان الشوكولاته اللي انا بحبها مستورده اساسا، فهي ايه بقيت. بس انا دلوقتي مضطره ان انا بقول لكم ليه الوش ده كله. المهم خليكم معايا، ركزوا معايا في اللي انا بقول لكم. الشوكولاته دي هتبقى مفيده للناس اللي هي بتعمل كيتو دايت، والناس اللي هي بتعمل الصيام المتقطع، والناس اللي
اللي عندها باختصار كده يعني عندهم سكر، عندهم مقاومة انسولين زي حالاتي، لان انا برضو عندي مقاومة انسولين، انا عندي كل البلاوي في الدنيا ما تقلقوش يعني، الحمد لله والشكر لله. بس فهي حلوة في كده، نباتية 100%، معمولة بجوز الهند، زيت جوز الهند، و ما فيهاش سكر، محلاية بستيفيا. دي شوكولاتة سادة. ودي بقى المفروض ان هي زي النوتيلا، شوكولاته بالبندق، نفس القصه بتاعت الاولانيه بس فيها بندق. الصراحه هي مش طعمها شوكولاته خالص، هي طعمها بندق، يعني انا باكل مش مش ضايقه نكهه الشوكولاته قد ما انا ضايقه نكهه البندق فيها. وبرده محلايه بسكر ستيفيا. انا ممتنه جدا الصراحه للناس اللي هي للناس اللي هي حاسه بيا وعملوا لي بالمناسبه يعني. دي اسمها فيردي، شوكولاته فيردي، كيتو نط مكتوب عليها. والتانية اسمها التانية اسمها هيلث سبريد، و ميد ان ايجيبت. دي بقى كانت المفاجأة ليا، يعني الجمال ده كله ميد ان ايجيبت. اكيد يعني احنا برضو مش قليلين احنا. ف يعني تحفة يعني، حببتني في الشوكولاتة اللي انا ما بحبهاش اصلا. فدي اسمها هيلث سبريد، ودي اسمها زي ما قلنا فيردي. ناجي بقى اللي خليته لكم اخر واحد ده بقى خليته اخر واحد علشان هو مش مش للناس بتوع السكر، مش للناس اللي عندهم سكر والناس بتوع مقاومة الانسولين زي حالتي، بس انا برضو باكله لان انا ما قداميش خيار تاني. يعني ده صوص كراميل المفروض، لا هو مش صوص كراميل، ده باتر سكوتش. صوص الكراميل انا خلصته قبل ده يعني، خلصت قضيت على البرطمان الصراحه لانه طعمه جميل. ده اسمه باتر سكوتش. رحت اطلب الصوص بتاع الكراميل النباتي، ما لقيته خلص، لم يعد متوفر حاليا على امازون. الحاجات دي انا جايباها من على امازون يا جماعه. فاللي جيت بقى لقيت الباتر سكوتش، قلت ماله باتر سكوتش، يلا نسكتش مع بعضينا، يلا نجرب، ما فيش مشاكل، المهم انه نباتي. انا دايسه في اي حاجه ما فيهاش اي بروتين حيواني. انا دايسه اي الحيطه لو ما فيهاش بروتين حيواني هاكلها. يعني انا عديت بايام من يوم ما ولدت خديجه ما يعلم بها الا ربنا. يعني انا يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان انا حاسه نفسي ان انا بقيت ارنب، انا بقيت شمس، انا بقيت طناق من كتر ما انا باكل في الخضار. يعني انا عايشه بقالي سنتين تتوقعوا كده يعني، يعني 2.5 يا مؤمنين وانا عايشه على الخضار والفاكهه ومفيش اي بروتين حيواني. يعني انا دلوقتي حرفيا بمشي نق، يعني انا عايشه دور الارنب، انا عشت الدور. ما علينا. المهم ده بقى ده معمول بالسكر العادي، لان هو اساسا المفروض ان هو زي صوص الكراميل. كراميل. اسمها اسمها كوكونات باتر سكوتش صوص. دي برضو نباتية 100%، معمولة بزيت جوز الهند، فيعني انا عايزة اشكر الناس اللي حاسة بينا وممتنة ليهم جدا. يعني ألف يعني لو قعدت أشكر فيكم من هنا للسنة الجاية يعني مش هوفيكم حقكم الصراحة، لأنكم حاسين بيا. يعني يا ريت بقى تعملوا لي بقى بيتزا جبنة موتزاريلا من غير بقى. يعني أنا عن نفسي عايش وأشوف اليوم اللي ألاقي فيه جبنة موتزاريلا أو أي نوع من أنا حياتي كلها كانت على الجبن، يعني أنا مدمنة جبن. فيا ريت تخترعوا لي ارجوكم يعني الجبنه ما فيهاش اي لبن ولا بروتين حيواني، لغايه ما يا اما بقى خديجه تخف ان شاء الله، باذن الله تخف قريب باذن الله. ماشي. فانا قلت اشارككم بقى الحاجات دي للناس اللي هي بتعمل دايتات والناس اللي هي عندها سكر زي ما قلنا.
ربنا يشفي ويعافي الجميع يا رب. وانا بصراحه ما كانش على بالي ان انا اصور الفيديو ده، فقلت لا انا لازم اشارككم الحاجات دي. الحاجات دي من على امازون يا جماعه، هتلاقوها على امازون. واسيبكم دلوقتي واروح ايه افطر. شايفين ده بقى ايه؟ ده كريب، ده كريب من عمايل ايديا. ده انا اللي عملته، كريب نباتي برضو على فكره. يعني ده ما فيهوش لا بيض ولا لبن، ده فيه دقيق وميه وملح بس، ومعمول بالزيت، يعني لا زبده ولا سمنه ولا اي حاجه. دي حالتي، دي حالتي البائسه، ده اللي انا عايشه فيه بسبب خديجه. ربنا يشفيها ان شاء الله ويهديها ويصلح حالها. المهم فده كريب انا حطيت منه وحطيت عليه من الحاجات دي، وهروح اكله واشحن كده الباور بتاعي علشان ايه اشوف ايه ورايا النهارده. عشان النهارده المفروض ان انا ورايا مشاوير كتيره ان انا هعملها، ومن ضمنها ان انا هروح افقع لي مراره دكتور او دكتورين 3. الله المستعان، ربنا يعيني ان شاء الله. ادعوا لي ادعوا لي وادعوا لخديجه، ما تنسوش خديجه ماشي. واخر حاجه عشان ما تزعلش، عشان ما تزعلش، حابه اعرفكم على كوبايه الشاي. مج الشاي على فكره بشربه من غير سكر يا جماعه. لما اكون باكل حاجه فيها سكر مع الشاي فانا بشرب الشاي بدون سكر، لان انا عندي مقاومه انسولين وانا شقوره وبحافظ على صحتي. فانا ما بقاش باكل البتر سكوتش ده ابو سكر زياده واشرب شاي فيه سكر. لا، حتى لما باكل الشوكولاته اللي هي محلاه بسكر ستيفيا دي برضو بشرب الشاي ساده من غير سكر. فده شاي حبر صعيدي ساده ماشي. هو كان يعني كان انا خففته شويه، خففته يعني عشان نعرف نتفاهم ونتفاعل مع بعضينا، ومعدتي ما تدينيش بالشوز جوا ماشي. يلا سلام عليكم، باي باي.